وبتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة في مدينة لوس أنجلوس، وبنشوف عربية مصفحة واللي واضح من المكتوب عليها إنها تبع شركة تأمين لنقل فلوس. وبينزل اتنين من العربية دي وبيروحوا المطعم علشان يجيبوا أكل، وبعد كده بيكملوا طريقهم. وفجأة بتهجم عصابة مسلحة على العربية، واللي بيكون كل رجالة العصابة بيكونوا مرسمين، وبيهددوا سواق العربية لو موقفهاش هيقتلوه. ولكن السواق بيكون شجاع جدا وبيبلغ في اللاسلكي إن في هجوم على العربية، وساعتها العصابة بيثبتوا له إنهم مش بيهزروا، وواحد منهم بيضرب على ازاز العربية بسلاح واللي بيكون خاص لضرب العربيات المصفحة، والازاز فعلا بيتكسر. وبيكون واحد من امن المطعم شايف الموقف وبيفكر يتدخل، وبمجرد ما بيحط ايده في جنبه علشان يطلع سلاحه بيشتبك مع العصابة وبيتضرب عليه النار. وحتى واحد من الحراس اللي موجودين في العربية لما بيحاول ان هو يطلع سلاحه العصابة بتقتله. وبيكون في هاكر اسمه جون وشغال مع العصابة، وبيكون بيراقب لهم الدنيا من بعيد، وبيبلغهم ان الشرطة قدامها 30 ثانية وتكون في مكان الحادثة. والعصابة بتمشي من المكان قبل ما الشرطة تيجي، وبيركبوا العربية المصفحة وبيمشوا. لكن قبل ما بيتحركوا الشرطة بتوصل وبتشتبك مع العصابة، وبتنجح الشرطة في انها تقتل واحد من العصابة. ولكن العصابة بتكمل ضرب وبيقدروا ان هم يقتلوا كل افراد الشرطة. وعلى طول بيركبوا العربية المصفحة وبيركبوا عربية تانية كانت معاهم، وبسرعة بيمشوا من المكان. وهم ماشيين بيكون جون بيراقب لهم الطريق، واللي بتكون قدامه خريطة المدينة، وبيبعدهم عن اي طريق ممكن الشرطه تقابلهم فيه علشان ما يتقبضش عليهم. وفعلا بينجحوا ان هم يوصلوا المقر بتاعهم من غير اي قلق. وفي المقر بتاعهم ري رئيس العصابه بيكون متضايق جدا من اللي حصل، وبيتكلم مع بوسكو بعصبيه وبيقول له ان اللي عملته ده كان غلط، وما كانش المفروض انك تقتل الحارس بتاع المطعم. ولكن بوسكو بيرد عليه وبيقول له ان الحارس كان بيطلع سلاحه، وان لو ما كنتش عملت كده كان هيقتلنا كلنا. وبيسالوا ري بعد كده عن ماركوس زميلهم اللي ضرب بالنار، وبيحاول يعرف منه ان ماركوس مات فعلا ولا لا. وبوسكو بيقول له ان ماركوس مات فعلا، وان الرصاصه اللي خدها كانت في مقتل. وبعدها ري بيكلف بوسكو يراقب له التحقيقات اللي هتحصل في القضيه، ويعرفوا تطوراتها اول باول، ويعرفوا كمان مين الضابط اللي هيمسك القضيه. وبنروح بعد كده للضابط نيك اللي هيمسك القضيه، وبيروح نيك لمسرح الجريمه، وبيعرف بالتعاون مع زمايله اللي شغالين معاه في القضيه على عدد الضحايا وكمان الطريقه اللي ماتوا بيها. والغريب ان العربيه المصفحه ما كانش فيها اي فلوس، وكل الضباط بيستغربوا لانه واضح من طريقه العصابه دي ان هم ناس محترفين وانهم مش جايين يهزروا. والضابط نيك بيقول لزمايله العصابه دي ما كانتش جايه تسرق، واكيد ناويين على حاجه اكبر. وبيكلف كل واحد من زمايله يجمع معلومات ويحقق في كل حاجه، وبعدها يتقابلوا في المكتب. وبنشوف بوسكو بيراقب الضباط وبيحاول ان هو يصورهم من غير ما حد ياخد باله. وبيرجع بوسكو ري وباقي العصابة ويبلغهم بكل المعلومات، والعصابة بتعمل تحرياتها من خلال الصور اللي معاها، وبيعرفوا معلومات كتير جدا عن نيك وعن زمايله. والظابط نيك بيكون عامل اجتماع بعد ما قابل زمايله اللي حققوا في القضية، وبيوصلوا لان المشتبه الاول في القضية زي دي اكيد ري، وخصوصا انه لسه خارج من السجن، وسوابقه كان التخصص سطو على البنوك. لما بيضيعوا دايرة البحث بيكتشفوا عضو جديد من العصابة واللي بيكون اسمه فراولين، وكان بيشتغل في بار، وبيقرروا ان هما يبدأوا التحقيقات معاه. وتاني يوم الضابط نيك بيروح البار وبيتكلم مع فراولين كأنه زبون عادي، وبيستناه بعد ما بيخلص الشيفت بتاعه. واول ما فراولين بيخرج وبيركب عربيته نيك بيضربه ضربة وبتخليه يفقد وعيه. ولما فراولين بيفوق بيلاقي نفسه في شقة والضباط حواليه، فبيقول لهم انا راجل صفحتي بيضة وانتوا اكيد متلخبطين بيني وبين حد تاني. بس نيكي بيوريه صورة ليه وهو بيتكلم مع ري، ولكن فراولين بيفضل على موقفه وبيقول له ده مجرد زبون كان بيجي عند البار من وقت للتاني، وانه مفيش اي حاجة بينا. وهنا بنشوف نيك ملامحه وشه بتتغير، وبيقول لفراولين لو فاكرني الظابط اللي بيقعد يسألك وهو لابس بدلة وفي ايده ورقة وقلم تبقى غلطان، وانا الموضوع عندي ابسط من كده، لو ما خدتش اللي انا عاوزه هقتلك هنا. وفعلا بيقوم نيك وبيخنق فراولين، وخلاص كان هيموت ومش بيسيبه غير لما يقول له خلاص هتكلم وهقول لك على كل حاجه. وبيسألوا نيك عن اخر عمليه وايه اللي يخلي ري والعصابه ياخدوا عربيه نقل فلوس وهم عارفين انها فاضيه. وبيحكي فراولين لنيك انه مجرد سواق، وان العصابه مش بيتكلموا في اي تفاصيل عمليه قدامه. وبيقول له كمان انه اضطر يشتغل معاهم من فتره صغيره علشان كان محتاج فلوس، وان واحد من العصابه هو اللي رشح له الشغل ده. ولما ري لقاه محترف سواقه خده معاه، وحتى الفلوس مش بيديله منها غير جزء بسيط، وان باقي العصابه مش بيصرفوا الفلوس والملايين اللي بيسرقوها علشان البوليس ما يقدرش ان هو يتبع الفلوس ويمسكهم. وفراولين بيقول لنيك كمان على اسامي كل العصابه. وبنشوف ري بعد كده عامل اجتماع مع العصابه وبيقول لهم ان العمليه الجايه هتكون اخطر عمليه ومفيش حد قبلهم نجح فيها، وبيعرفوا ان هم هيسرقوا البنك الاحتياطي الفيدرالي، وده من اكتر البنوك المتامنه في العالم كله، وكل الشوارع اللي حواليه متراقبه جدا.
وحتى لو واحد عادي قرب من البنك ووقف دقيقتين بس، شرطة البنك بتطلب منه انه يمشي، ولو شافوك كمان مرة معدي في الشارع هتبقى مطلوب ومشتبه فيك، ده اصلا من غير ما تعمل اي حاجة خالص. وبيعرفهم كمان المشكلة اللي هتقابلهم ان الفلوس اللي بتروح البنك دي او بتخرج منه عليها رقم تسلسلي متسجل في الداتا، بمعنى انهم لو حتى نجحوا ان هم يسرقوا الفلوس وصرفوها في اي مكان في العالم، البوليس هيتابع الارقام دي وهيجيبوها. وبيقول لهم راي ان البنك لما بيستلم شحنة فلوس بيفصل الفلوس القديمة عن الفلوس الجديدة، والفلوس القديمة رقمها التسلسلي بيتشال وبعد كده بتدخل في ماكينة فرم وبتترمي في الزبالة. وبنيجي بقى الري واللي بيفهمهم هيعملوا ايه بالظبط، ومهمتهم ان هم ياخدوا الفلوس اللي ارقامها التسلسليه اتمسحت قبل ما تتفرم، وبالتالي هتبقى فلوس نظيفه والبوليس ما يقدرش يمشي وراها. ولما بيسالوها هندخل البنك ازاي، بيقول لهم مفيش غير طريق واحد وهو الباب الخلفي للبنك، وان الباب ده ما حدش بيدخل منه غير العربيات المصفحه اللي بتنقل الفلوس. وبنفهم وقتها ليه العصابه خدت العربيه المصفحه وهي فاضيه، والعصابه كده هتقدر ان هي تضرب عصفورين بحجر، وهيسرقوا الفلوس اللي التسلسلي بتاعها اتمسح، وفي نفس الوقت هيكونوا حطوا فلوسهم اللي مش عارفين يصرفوها علشان التسلسلي بتاعها يتمسح وعلى طول ياخدوها قبل ما تتفرم. وفي الناحيه التانيه بيكون نيك عامل اجتماع مع الضباط وبيعرفهم ان هما بيواجهوا مجرمين على اعلى مستوى، وان ري والمساعد بتاعه ليفو كانوا مع بعض في العمليات الخاصه في البحريه، وان العصابه دي كل واحد فيهم محترف في مجاله. وبيكون ري قوي جدا في القتال بالاسلحه، والمساعد بتاعه خبير في المتفجرات. وتاني يوم بيكمل نيك كلامه مع زمايله وبيفهمهم خطه العصابه، وبيقول لهم ان العصابه يوم العمليه هيتحكموا في سيستم البنك وهيفصلوا الكهرباء وكاميرات المراقبه، ولكن المشكله اللي هتقابلهم ان اوضه عد الفلوس ليها سيستم كهرباء خاص لوحدها، والكاميرا الموجوده فيها بتفضل شغاله، فاكيد العصابه هتحاول ان هي تشوش الكاميرا دي، وحتى لو عملوا ده فاقصى مده للتشويش هو دقيقتين، وبعد كده الكاميرا هترجع تشتغل طبيعي، وده الوقت اللي هيستغلوه علشان ياخدوا الفلوس وينزلوها من فتحه التقطيع، واللي اصلا هتكون مفصوله لانها تبع الكهرباء العموميه للبنك ومش تبع اوضه عد الفلوس. ونيك بيقول للظباط زمايله ما تقلقوش، احنا سابينهم بكذا خطوه، واحنا كمان هنسيبهم يعملوا كل ده، وبعد ما ينزلوا فلوس في صندوق الزباله هنقبض عليهم لما يروحوا ياخدوها. وتاني يوم بيروح فرعون للبنك الفيدرالي وكانه دليفري من مطعم صيني، واللي بيكون جاي يوصل اكل موظفه جوه البنك، واللي بتكون فعلا في موظفه جوه البنك طالبه اكل صيني، والعصابه بتكون عرفت ده عن طريق ان هم هكروا تليفون موظفه جوه، ونيك بيكون بيراقب فراولين وري كمان بيتابعوه. وفعلا نجح فراولين ان هو يدخل البنك من غير ما حد من امن انه يشك فيه، وبيوصل الموظفين اللي كانوا طالبين الاكل، وبعد كده بيدخل فراولين الحمام وبيحرك جزء من السقف، وبيشيل الشنطه الزياده اللي كانت معاه في الحته دي بحيث ان محدش يشوفها، وبينجح ان هو يطلع من البنك زي ما دخل بدون اي مشكله. وبيبدا يتكلم مع ضباط البنك وازاي ممكن العصابه تفكر حتى ان هي تسرق البنك الفيدرالي اللي محدش يقدر يعدي حتى من جنبه. ونيك بيفهم زمايله ان هم ما يعتمدوش على فراولين، وبيقول لهم انه مش هيخون زمايله، وقرروا ان هم يراقبوا العصابه لحد ما بيجي وقت التنفيذ علشان على طول يقبضوا عليهم. وتاني يوم ري والعصابه بيكونوا بياكلوا في المطعم، وبيجي نيك والظباط بيدخلوا نفس المطعم، وفضلوا قاعدين من بعيد، وبيقرر نيك ان هو يوقع العصابه في بعضها، فبيروح يسلم على فراولين قدام العصابه كلها وكانه عارفه من زمان من الجيم، وبيساله سؤال ثعباني وبيقول له ما بقتش بتيجي ليه. وبيحس ري ان في مشكله مع فراولين، ولكن بيقول لنيك مش باجي علشان مشغول. وبيبدا ري يشك في فراولين وانه بقى مخبر لنيك، وبتمشي العصابه من المطعم، وري بياخد فراولين وبيحط المسدس على رقبته وبيهدده بالقتل. وفراولين بيحكي له كل اللي حصل بينه وبين نيك، وبيقول لري انت اكتر واحد عارف اني محتاج الفلوس، وساعتها ري بيصدقه وبيسيبه يمشي. ولكن قبل ما فراولين يمشي ري بيعمل حركه جريئه جدا، وبيقول له لما ظابط يتواصل معاك تاني عرفه ان السطو على البنك هيكون يوم الجمعه، وانك ما تعرفش اكتر من كده، ولا تعرفه ان السطو هيكون على انهي بنك. وبيقول فراولين الكلام ده فعلا لنيك وبيسيبه يمشي. ولما نيك بيفضل يراقب العصابه بعد كده بيعرف انهم غيروا مكان السطو وهيهجموا على بنك بيكو روفيرا، ومش هيجوا ناحيه البنك الفيدرالي. والغريب ان في الميعاد اللي فراولين قايل له عليه العصابه بتوصل وبتكون مسلحه وملثمين وكانهم بيتحدوا الشرطه، ونيك والظباط بيكونوا مستنيينهم علشان يقبضوا عليهم متلبسين. والعصابه بتدخل البنك ونيك مستني الوقت المناسب علشان يقبض عليهم، وده من غير ما يأذي اي مدنيين جوه البنك. والعصابه بتقتحم البنك فعلا وبيثبتوا كل الامن اللي موجودين فيه، وبياخدوا كمان من الناس التليفونات بتاعتهم. وعلى طول ري بيمسك مدير البنك وبيقول له عاوزك تكلم الشرطه وتعرفهم بالهجوم ده، وبيطلب منه ري انه يبلغ الشرطه بطلباتهم، وبلغهم كمان ان احنا محتاجين طياره عليها 10 مليون دولار ارقامها التسلسليه ممسوحه، وان كل ساعه هتعدي من غير ما الشرطه تنفذ الطلب ده هيقتلوا رهينه. وكمان لو في حد من البوليس قرب بالبنك او حتى فكر ان هم يبعت لهم ضابط او حتى مفاوض من الشرطه هيقتلوا كمان رهينه.
وعلى طول مدير البنك اتواصل مع الشرطة وعرفهم طلبات العصابة. وكان نيك مستغرب جدا لان دي مش طريقة العصابة، ودي طريقة ناس مبتدئة جدا، والعصابة بتهجم على البنك بطريقة احترافية. وفجأة بيلاقي الشرطة الفيدرالية بتقرب من البنك، ونيك بيحاول ان هو يقنعهم انه يسيطر على الوضع، وبيتحايل عليهم يمشوا لان وجودهم ده مش في صالحهم. ولكن الضابط الفيدرالي ما بيهتمش لكلام نيك، لو كمان بيعاند ضابط التفاوض وبيتواصل مع ري وبيقول له ان احنا هننفذ لك كل طلباتك. وبعدها بيحاول ان هو يتفاوض معاه، ولكن ري بيقطعه وبيقول له كده انت السبب في موت اول رهينه علشان خالفت شروطي. وبيقفل في وشه السكه وبيقول لبوسكو ياخد اول رهينه ويقتلها. وفعلا بوسكو بياخد رهينه الاوضه ثانيه من البنك، والكل بيسمع ضرب النار، ومدير البنك وكل الرهاين بيترعبوا. ونيك كمان بيكون زعلان جدا لما سمع صوت ضرب النار، واتعصب على الضابط الفيدرالي علشان كان سبب في موت الرهينه. والضابط المفاوض بيتصل تاني ومدير البنك بيرد عليه وبيقول له بسببكم في موظفه من البنك اتقتلت، ويا ريت تسمعوا كلامهم وتنفذوا طلباتهم. وساعتها المفاوض بيقول له انا مش هتصل تاني، وبيطلب منه انه يبلغ ري ان الطياره قدامها ساعه ونص، ويقول له ما يقتلش حد خالص لحد ما الطياره توصل. وبعد كده الدنيا بتهدى في البنك، وفجأة نيك وباقي الضباط بيسمعوا صوت انفجار جوه البنك، وعلى طول الكل بيخاف ما عدا نيك اللي بيقتحم البنك. وبيتفاجئ بان في نفق محفور بين بنك ريفيرا والبنك الفيدرالي، وبيخرج يبلغ كل الضباط باللي حصل وان العصابه كده سبقهم بخطوه. وبيتحرك هو وزمايله على البنك الفيدرالي علشان يلحقوا انهم يقبضوا عليهم. وفي نفس الوقت الهاكر بتاع العصابه بيكون اتواصل مع البنك الفيدرالي بعد ما اخترق اتصالاتهم، وبلغهم ان من بنك بيكو ريفيرا وان الموظفين جايين لهم يدوهم شحنه فلوس. وفي نفس الوقت ده بيكون ري والمساعد بتاعه داخلين البنك الفيدرالي من الباب الخلفي، واللي بيكونوا في العربيه المصفحه وكانهم موظفين في شركه نقل فلوس. والموظفين بياخدوا منهم الصندوقين الكبار اللي فيهم الفلوس علشان يستلموها ويعدوها. ولما الفلوس بتدخل اوضه العد فجاه الكهرباء بتقطع، وبروتوكول المكان بيكون ان لو الكهرباء قطعت لازم كل عمال يطلعوا من اوضه العد. ولكن المفاجاه ان فراولين كان مستخبي في صندوق من الصناديق اللي فيها الفلوس، وكمان لابس اليونيفورم بتاع المطعم. وبيطلع فراولين ياخد كل الفلوس اللي التسلسلي بتاعها ممسوح وبيحطها في كيس، وبتنزل الفلوس جوه صندوق الزباله اللي في الجراج. وبعدها بيدخل فراولين من فتحه التهويه اللي في الاوضه علشان يوصل للحمام. وفي اللحظه دي الكهرباء بترجع والموظفين بيرجعوا يكملوا عد فلوس، وبيخلصوا الموظفين عد وبيبلغوا ري وليفو انهم خلاص استلموا الفلوس. وري وليفو بيركبوا العربيه المصفحه علشان يخرجوا من البنك. وبنرجع تاني لفراولين وبنشوفه هو في الحمام وبياخد الكيس اللي كان شايله فوق قبل كده، وبنلاقي انه كان شايل في الكيس ده اكل وبيخرج عادي من البوابه. ولكن الامن بيستغربوا علشان مش فاكرين ان الدليفري ده دخل البنك النهارده. ولكن موظف الامن بيراجع نفسه وقال لنفسه يمكن دخل وزميلي موجود، او دخل وانا ما خدتش بالي، وعلى طول بيسيبوه ويمشي. وعلى ما الموظفين اكتشفوا ان الاكل بايظ وبايت كان فراولين خلع من البنك، وري وليفو كمان كانوا مشيوا، ومفيش غير بوسكو اللي كان بيراقب عربيه الزباله. ولما عربيه الزباله بتاخد الكيس اللي فيه الفلوس بوسكو بيهدد سواقها بالمسدس، وبياخد عربيه وبيروح لري وليفو واللي بيكونوا بغيروا هدومهم ولكنهم عملوا اي حاجه. وفراولين بيكون خارج من البنك ولكن بيتقبض عليه. وجون الهاكر بتاع العصابه بيشوف البوليس وهو بيقبض على فراولين، وكلم ري وبلغه باللي حصل. ووقتها ركب ري والعصابه العربيه واتحركوا من مكانهم، وبيقرر نيك ان هو يطاردهم، وكان حظه حلو لان الطريق كان واقف وبيقدر يوصل لهم. وبيبداوا ضرب النار وواحد من الضباط بيموت، وبعدها الضباط بيقتلوا كل عصابه وبيتبقى ري، ولكن نيك بيطارده وبيقتله. ولما بيروح نيك علشان يجيب الفلوس اللي موجوده في الاكياس بيكتشف ان الاكياس دي فيها ورق زباله، وكمان بيكتشف ان فراولين هرب من عربيه الشرطه. وبنكتشف هنا اكبر مفاجاه في الفيلم، ان فراولين هو صاحب الخطه، وانه قدر يخدع الشرطه وكمان يخدع العصابه، وقدر انه يفك الكلبشات بتاعته لما اتقبض عليه. وكمان هرب الفلوس في كاوتش العربيات وخد 30 مليون دولار وهرب بيهم، لانه كان قايل للشرطه معلومات كفايه تخليهم يقتلوا العصابه. وفي نفس الوقت استفاد من العصابه انهم قرروا ان هم يدخلوه جوه البنك، وقدر فراولين ان هو يخلي كل الظروف في صالحه وخلع بالفلوس على لندن. وبس كده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيلم ما تنساش لايك تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل فيلم جديد. لو عايز تسمع اي تلخيص افلام اكتب فيلم تشوب هيظهر لك كل افلامنا. وسلام.